السلام عليكم. تعالوا نبدأ النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة الغلط إيه؟ بس قبل أي حاجة خدي نفس كده وافتكري. كم مرة قلتي أنا مش فاهمة ابني بقى عنيف كده ليه؟ بيضرب أخوه، بيزعق، بيتخانق في المدرسة، وأنا طول الوقت بقوله بهدوء. طب يا حبيبتي، هو فعلا بيتعلم من كلامك ولا من تصرفاتك؟ إحنا ساعات بنفتكر إننا بنعلم أولادنا الصح، بس من غير ما نحس بنغرس فيهم سلوك غلط. النهاردة هنتكلم عن الغلط اللي بيخلي ابنك عدواني، وإزاي من غير قصد نكون إحنا السبب، وإزاي نصلح ده بحنية وحكمة، من غير صريخ ولا ضرب ولا وجع قلب. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني التربية مش في الصوت العالي، التربية في القدرة على ضبط النفس. يلا بينا نفهم الغلط ونبدأ نغيره سوا. الجزء الأول: استخدام الضرب كعقاب. يا جماعة، الضرب يمكن يسكت الطفل النهاردة، بس بيكسر فيه حاجة بتفضل سنين تتلمع وما تتصلحش. الطفل بيتعلم إن اللي أقوى هو اللي عنده في حق، وده أول درس في العنف. كل مرة تمدي إيدك عليه أنتي بتقوليله من غير كلام: لو زعلت اضرب. والنتيجة؟ بيروح المدرسة يضرب صاحبه أو يزعق أو يرد بنفس الأسلوب اللي شافه في البيت. لكن بدل الضرب خدي خطوة واهدي واعملي عقاب طبيعي زي حرمان بسيط أو تكليف بالإصلاح. التربية مش حرب، دي تدريب على إن الإنسان يكون هادي حتى وهو متضايق. الجزء الثاني: الشدة الزايدة من غير احتواء. في فرق بين الحزم والقسوة. الحزم يعني حدود بحب، القسوة يعني خوف وألم. لما الطفل يغلط وإنتي تتجاهليه أو تزعقي من غير ما تحتويه، بتحولي مشاعره لجدار. الطفل ده بعد شوية مش هيعيط، مش هيتكلم، بس هيفضى جواه غضب وهينفجر في أول فرصة. اللي محتاجه مش تهزيء، محتاج حضن بعد الغلط. صدقيني، الحضن بعد الخطأ بيعلم أكتر من 1000 محاضرة. الجزء الثالث: القدوة الغلط. الطفل مراية، بيقلد كل اللي بيشوفه. لو شايف أبوه بيتخانق أو أمه بتصرخ، طبيعي جدا يكون رد فعله كده. الأولاد مش بيتعلموا اللي بنقوله، بيتعلموا اللي بنعمله. عشان كده لو عايزة ابنك يهدأ لازم تشوفك انتي هادية. خديه نموذج قدام عينه. لما تغضبي قولي بصوت عالي: أنا زعلانة بس هاخد نفسي وهنتكلم بعدين. هو هيحفظ الجملة دي أكتر من 1000 نصيحة. الجزء الرابع: نقص التعبير عن المشاعر. في بيوت كتير مفيش مساحة إن الطفل يعبر عن غضبه أو حزنه، فبيخزن، وكل اللي بيتخزن بيتحول لعنف. علميه يقول: أنا متضايق، أنا مش مرتاح، زعلت لما عملت كده. ولما يتكلم اسمعيه من غير مقاطعة، ده هيعلمه يفرغ كلام بدل ما يفرغ ضرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع الصغير قبل الكبير، وكان بيطبطب ويهدي ويقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يعني الرقة بتزين أي موقف. الجزء الخامس: غياب البدائل. أوقات الطفل بيغضب ومش عارف يعمل إيه بمشاعره، فلو ما علمتيهوش بدائل هيختار العنف تلقائي. اعملي معاه تمرين بسيط. لما يتنرفز علميه ياخد نفس عميق ويعد لحد 5، أو يمشي خطوة بعيد. ممكن حتى تعمليها معاه بلعب أو حركة ضحكة. شجعيه يقول: أنا محتاج أهدأ، وشجعي نفسك إنك ما ترديش وقت الغضب. الهدوء مش ضعف، ده تعليم بالقوة الحقيقية، قوة ضبط النفس. عارفين بقى يا جماعة، بقالي كام يوم تجيلي رسايل من أمهات كتير بيقولولي: يا زهرة، احكي لنا تاني حكايات ستو، إحنا بنحبها وبنحس إننا بنعيش جواها. وعلشانكم
النهاردة هختم الحلقة ب3 حكايات من حكايات ستو الجميلة، كلها بتحكي عن نفس المغزى اللي اتكلمنا عنه النهاردة، إن العنف عمره ما كان حل، وإن الهدوء والرحمة هم اللي بيغيروا القلوب. حكاية ستو الأولى، الولد والفراشة. تحكي ستو وتقول: كان في ولد صغير بيحب الحشرات جداً، وفي يوم لقى فراشة طالعة من شرنقتها، فضل يبص عليها وهي بتتعب عشان تخرج. حن عليها ومسك الشرنقة وفتحها علشان يساعدها تطلع بسرعة. بس لما خرجت الفراشة جناحاتها كانت ضعيفة، ما عرفتش تطير. وتقول ستو: يا حبيبتي، ساعات المساعدة بالعنف بتبوظ اللي ربنا بيبنيه بالتدريج، زي بالظبط لما نضرب الطفل عشان نتصرف بسرعة، بنمنعه من إنه يتعلم بنفسه. حكاية ستو التانية، الراجل والعصفور. كان في راجل عنده عصفور صغير، كل يوم يقعد ينادي عليه ويقول: غنيلي يا عصفوري. بس العصفور ساكت. الراجل اتنرفز وفضل يزعق. العصفور خاف وسكت أكتر. يومها مرت ستو وقالت له: ما ينفعش الصوت العالي يطلع غنوة، الصوت العالي يطلع خوف. وفي تاني يوم الراجل قرب بهدوء وقال بصوت هادي: أنا آسف يا عصفوري. فغنى العصفور أجمل لحن سمعه في حياته. المغزى: الهدوء مش ضعف، ده اللي بيفتح القلوب. ودي يا بناتي نفس التربية اللي بنرميه في أولادنا من أسلوب بيرجع لنا منهم في المستقبل. حكايات ستو مش حكايات أطفال وبس، دي مراية بنشوف فيها نفسنا كأمهات. كل موقف بنعيشه مع أولادنا نقدر نخليه حكاية حلوة أو درس موجع. اختاري دايماً تكوني ستو اللي بتعلم بالحب. يلا نرفع إيدينا وندعى ربنا. اللهم يا رحيم يا ودود، يا من خلقت القلوب وجعلت فيها الرحمة، ارزقنا يا رب قلوباً هادئة وألسنة لينة ونفوساً مطمئنة. اللهم احفظ أولادنا من كل سوء، وجعلهم من عبادك الطيبين الهادئين اللي بيغلبوا الغضب بالحلم وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة اللي فيها نورك يا رب. اللهم ارزقهم الإيمان اللي يملأ صدورهم نور، والأدب اللي يرفع قدرهم بين خلقك، وحبك اللي يملأ حياتهم سكينة ورضا. اللهم اجعل أولادنا بارين بينا، وخليهم قرة عين لينا في الدنيا والآخرة، واغمر قلوبهم بحبك وقلوبنا بصبرك. اللهم اصلح أزواجنا وبارك فيهم، واجعل بيننا وبينهم مودة ورحمة وسكن، واجعل بيوتنا عامرة بذكرك بعيدة عن الغضب والشقاق. اللهم ارزق كل بتسمعنا دلوقتي راحة في القلب ونجاح في الطريق وستر في الدنيا والآخرة. اللهم اشفي صدور المسلمين من الغضب وأبدلهم حلماً ورحمة، واجعلنا سبب خير في كل بيت ومفتاح هدوء في حياة أولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الذي كان إذا غضب سكت، وإذا ظلم عفا، وإذا أوذي تبسم، واجعلنا من أتباعه في الحلم واللين والرحمة. آمين يا رب العالمين. وزي ما بنختم دايماً يا أمهات يا جميلات، خلينا نفتكر إن التربية مش حرب، دي رحلة حب، وإن الغلط وارد مننا ومن ولادنا، بس العبرة مش بالغلط، العبرة إننا نصحح ونقوله ونبدأ من جديد. مفيش مثالية، بس في بتحاول، ودي عند ربنا عظيمة جداً. خلي نيتك دايماً لله واعملي اللي تقدري عليه، والباقي سيبيه على ربنا. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني كل مجهودك في تربية ولادك مش بيروح هدر، ربنا شايف وسامع وهيكرمك. اللهم اصلح أولادنا واهديهم لطريقك المستقيم. اللهم اجعلهم من الذاكرين الشاكرين البارين. اللهم ارزق كل بتسمعنا دلوقتي
سكينة في قلبها، وصبر في تربيتها، وفرحة بولادها. واجعل بيوتنا عامرة بالإيمان والمودة والرحمة يا أرحم الراحمين. وما تنسيش يا جميلة، لو الحلقة لمست قلبك أو علمتك حاجة صغيرة، اعملي لايك وشاركيها، يمكن كلمة بسيطة تكون سبب في هداية أو تغيير حياة أم تانية. واشتركي في قناة عالم زهرة علشان نكمل الرحلة